فيديو 12 قريب عن شباب بيرموا ميه على المصلين في صلاة العيد. الشباب دول يبقوا اخواتي. الفيديو اللي هتشوفوه ده توضيح من شقيق المتهمين في قصة إلقاء مياه على المصلين بمسجد الصديق اللي مصر كلها شافته. الفيديو بيحسم جنسيتهم ودينهم. الشباب دول يبقوا اخواتي، وزي ما الموضوع يبان ان ده فعل شيطاني اللي مفيش انسان سوي هيعمل حاجه زي كده، الا ان خليني احكي لكم القصه من اولها لاخرها. احنا كعيله بنتجمع بقالنا 6 سنين كل شويه على الخير، في ان احنا بنقعد نعمل بلالين نحط فيها فلوس، بونبوني، حلويات. وبعد كده بعد اول ما صلاه العيد تخلص بنطلع كلنا من البلكونه ونرمي البلالين دي للناس. الناس بتنبسط جدا بيها، وبقالنا اكتر من 6 سنين بنعملها. ولما فوتنا سنه قبل كده الناس استنتنا مخصوص عشان خاطر كانوا متوقعين او متعودين على الموضوع ده كل سنه. احنا بنعمل خير ومواظبين عليه، والناس كانت بتحبه. بدأ من السنه اللي فاتت بعد ما رمينا العيديه وانبسطنا مع الناس، خدنا بالنا ان كان في ناس واقفه وسط الزحام وما بيحاولوا ياخدوا الهدايا من العربيات اللي كانت موجوده جنب الجامع. كانوا كلهم واقفين فوق العربيه بتاعتنا، العربيه اللي السقف بتاعها اتطبق، كبوت باظ، عربيه كان تصليحها قوي. ومع ذلك ما عملناش حاجه، قلنا خلاص تعودنا ربنا. وكنا نزلنا متاخر بعد ما الناس مشيت وقلنا الحمد لله عادي. نعدي سنه ثانيه والحمد لله بنعمل نفس العمل الخيري، وجمعنا نفس العيديه ونفخنا البلالين. ودايما البلالين بتاعتنا بتخلص بنقوم جايبين اكياس نحط فيها الفلوس العيديه، نحط معاها بونبوني او حلويات عموما، ونبدا نرمي اكياس. خلصنا البونبوني والاكياس نرمي الفلوس الموجوده. المهم ان احنا نفرح الناس وما يبقاش حاجه معانا كان المفروض نرميها او نديها للناس. وده تعليق الناس على أخو المتهمين. أحد المعلقين بيقول: طيب مادام بيحصل كل عيد ما تشيل العربية في مكان تاني لحد الصلاة ما تخلص، أو تنزل جنب العربية تمشي الناس بالذوق بدل الإشارات الخارجة بالصابع دي. كمل الخير لآخره. بس المره دي نفس موقف العربيه حصل تاني، الناس فضلت تقف على العربيه، والمره دي شفناها وهي بتحصل. فطبعا عشان اخر مره عرفنا اللي حصل نزلنا بنفسنا، بعدنا الناس عن العربيه وقلنا لهم يبعدوا. والموضوع كان بزياده عن السنه اللي فاتت. كان في عربيه طفل محطوطه فوق العربيه، مفيش حد طبيعي بيعمل كده. اتكلمنا معاهم بهدوء وبعدنا الناس عن العربيه، وفضلنا واقفين شويه لحد ما اتاكدنا ان الناس بعدت عن العربيه. بعد كده طلعنا فوق. لما طلعنا فوق تاني خدنا بالنا ان الناس بدات تتجمع تاني حوالين العربيه. فساعتها كان الموضوع زاد عن حده، فبدانا ان احنا نرمي اكياس ميه على العربيه مش على الناس، عشان خاطر نحاول ان احنا نبعد الناس عن العربيه. بداوا ان هم يشتمونا ويشتموا اخواتي البنات باحاد جنسيه، وقاصدين يشاوروا على كل واحد فينا وهما بيشتموا عشان يبينوا ان الشتيمه دي موجهه لمين بالظبط، وكانوا قاصدين. فطبعا اضعف الايمان للبنات اللي بتتشتم دي انها بترد بكاس ميه. حد تاني بيعلق وبيقول: مفيش حد كبير عندكم وعاقل كان نزل وحرك العربية من مكانها، والمحسن البنات معاك واقفة تضحك على الحركات دي. ومادام الموضوع اتكرر قبل كده في العربية، ليه ما بتبيتوش العربية في مكان تاني او في جراج؟ ده مش سبب كفاية انكم تفعلوا الافعال المشينة زي دي في يوم العيد. وبعدين كان حد نزل وقف جنب العربية ومنع اي حد من الركن عليها. واحد من المعلقين بيقول: انا بستغرب من ردود فعل الناس بصراحة، كلهم بقى حكام على رد الفعل اكتر من الفعل نفسه. تردد بكيس ميه. لسوء الحظ الفيديو اللي اتنشر كان لاخويا وهو بيرد الشتيمه بنفس الطريقه، دفاعا عن نفسه ودفاعا عن اخواته اللي كانوا بيتشتموا للشخص اللي كان بيشتمه. والشتيمه زي ما هتشوفوها في الفيديو هو حرفيا نفس الطريقه اللي اخويا رد بيها على الراجل، نفس الشتيمه بالظبط. مش بقول ان اللي عمله اخويا كان حاجه صح، بس في نفس الوقت هو كان الضحك اللي خارج منه ده كان قصده ان هو يستفز اللي قدامه، لان في الاول وفي الاخر ده اللي دلوقتي قدر يعمله. لان هو كان الحل التاني ان هو ينزل ويتصادم مع الشخص، والله اعلم ساعتها الموضوع يوصل لحد فين. فهو حاول ان هو يستفز اللي قدامه باعلى شكل، لان بالنسبه له شخص غلط فيه وفي اهل بيته. تاني ده مش احسن حل، بس في الاول وفي الاخر دول شباب، وفي واحد اتحمق لاهله. واحنا بنرمي كاس الميه على العربيه عشان نبعد الناس عنها، في كيس للاسف طفل رماه وراح جاي على راس الست اللي ظهرت في الفيديو. تاني خلاص اعتذاري ليها واتمنى انها تكون كويسه، بس ده بجد ما كانش مقصود ولا متخطط له. وزي التاني بقول ده بس كان رد فعل من شباب واهل بيت، لو ان هو بيتشتموا وحاجاتهم بتتكسر على شباب للاسف ما شافوش تربيه. ودلوقتي الموضوع كبر لدرجه ان البوليس اتدخل، والناس بقت كمان في الكومنتس مش كفايه عليها ان الشباب دي بدات ان هي البوليس يتكلم معاهم، لا عايزين كمان ان اخواتنا البنات كمان يتقبض عليهم. البنات اللي كانت بتدافع عن نفسها من تحرش لفظي من عيال ما شافتش تربيه باكياس ميه. والكذب اللي مكمل، الناس تقول لك ان احنا قاعدين مساكنه، دي عيله. واللي يقول لك ده بيت دعاره، عيله. واللي يقول لك دول حشاشين، كان في اصلا هناك اطفال. واللي يقول لك دول شاربين، واللي هيصوا عشان خاطر ليله العيد بعد رمضان احنا كنا من تحت بنصلي معاكم. الكلام ده بعد صلاه العيد بساعه. واللي يقول لك دي حركات مسيحيين ولا سوريين، ايه الشتيمه في كده اصلا؟ انت لو ده تفكيرك انت في حته ثانيه. دي كانت القصه من اولها لاخرها. اي حد قال اتهامات كاذبه
او شتمني انا وعيلتي وساعد في نشر حاجات كذب، انا مش هسامحه لحد يوم الدين.